بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوان، اليوم شايفين مثل ما انتم شايفين يعني حالة هي تمزق الكرش داخليا بشكل مفاجئ وانتشار السواد داخل تجوف البطن. طبعا هو على أغلب الانتشار ارتفاع شديد ومفاجئ في الضغط الداخلي للكرش يسبب تعرض جدار الكرش للتلف الشديد. في له عدة أسباب. طبعا هاي الحالة تعد حالة طارئة جدا تؤدي إلى التهاب بريتوني حاد ومميت، تسمم دموي سريع إذا لم تعالج فورا بتدخل علاج طبي أو جراحي. طبعا هاي الحالة عالجناها علاج طبي لكن لم تستجب وقررنا إتلافها، لكن أصر صاحب الحالة صاحب البقرة أنه يأتي بطبيب آخر. عالجها الطبيب الآخر لكن لم تستجب، أدت إلى تنسيق سبحان الله. وهي الحالة أمامكم، يعني تمزق لجدار الكرش بشكل كامل واحتراق وتسلخات أدت إلى انتشار جميع السوائل الهضمية إلى باقي الجسم. هذا النفاخ هو حاد ومستعصي، عفوا هو هذا يكون احتمال طبعا سببه نفاخ حاد ومستعصي رغوي أو غازي، لكن هي الحالة أنا شفتها هو حموضة كرش، تناول كميات كبيرة من الكربوهيدرات سهلة التخمير مثل حبوب الشعير والذرة والخبز دفعة واحدة. تتخمر الحبوب بسرعة وتنتج كميات هائلة من حمض اللاكتيك يخفض الرقم الهيدروجيني البي اتش للكرش بشكل حاد أقل من 5. طبعا يسبب تسبب الحمض في حدوث التهاب الكرش الكيميائي وتآكل شديد في جدار الكرش وموت الأنسجة. هذا التآكل يجعل الجدار ضعيف جدا. أيضا هناك أسباب مثل الأجسام الغريبة، أنه يدخل الجسم غريب داخل الكرش يسبب له تمزقات وانتشار السوائل الهضمية داخل الأحشاء، أو إصابات ميكانيكية وصدمات خارجية حادة مثلا نطاح أو حوادث، أو يكون هناك أبقار عنيفة معها. لكن هاي الحالة طبعا بعيدة عن كل هاي، لكن حبينا نشرح بشكل كامل. وهناك سبب مهم وهو القرحة والسرطانات. وجود قرحة مزمنة غائرة مثلا في جدار الكرش، هذا كان في احتمال طبعا نتيجة تغذية خاطئة مستمرة سبب لها حموض هو سبب لها قرحة. والإصابة بالأورام مثل الليمفوساركوما تخترق طبقات الجدار تجعله هشا وقابل للاندثار تحت أي ضغط عادي أو طبيعي. طبعا لما تنتشر السوائل داخل المحملة هاي السوائل بالميكروبات والأحماض وبقايا الطعام غير المهضومة إلى تجوف البطن، يصير فيه التهاب ريتوني حاد، صدمة سمية وعائية. الحيوان راح يموت بعد ساعات يعني قليلة بعد هذا التمزق، لكن هاي البقرة بقيت صامدة تقريبا 36 ساعة، لكن تم في الأخير تنسيقها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوض على صاحبها. الأفضل هو تغذية مناسبة، فحص بشكل دوري للأبقار لدرجة حرارتها تبقى دائما بشكل عادي، لكنها تعاني من تمغصات وقلة شهية وفقدان شهية. وإن شاء الله الله يجزاكم الخير وحياكم الله. جفت وغاضت ولكن ما زلت أزجي رجايا يا